قدر يفلت بجرايمه لأكتر من 40 سنة. لما اتقبض عليه سنة 2018 الناس كانوا متخيلين ان هم هيشوفوا وحش او مختل باين عليه الإجرام، لكنهم ما لقوش غير جد مسن، ملامحه هادية وملامح عادية جدا، ملامح ما توحيش نهائي بانه مجرم، وهو في الحقيقة فعلا مش مجرم، هو 3 مجرمين مختلفين. الراجل ده لوحده ارتكب ما لا يقل عن 120 عملية سطو و51 حالة اغتصاب و13 جريمة قتل، وكان مسؤول عن 3 موجات جرائم في أماكن مختلفة من الولاية، كل واحدة منهم خدت اسم مختلف عند الصحافة والناس وكمان الشرطة. بدأت جرائم لص فيساليا سنة 1974، واستمر الجاني اللي كان غير معروف وقتها في جرايمه لمدة 2 سنين، ووصل عدد سرقاته ل 120 سرقة. الحاجة اللي خلت المحققين ياخدوا بالهم ان العدد الكبير من السرقات ده كله يخص مجرم واحد، انهم لاحظوا ان دايما الاشياء البسيطة الصغيرة بس هي اللي بتختفي، وكان بيسيب وراه المجوهرات او الحاجات الغالية. يمكن ده يكون لان الاشياء البسيطة دي بتبقى اسهل في تصريفها، ومع الوقت جرأته في جرايمه زادت وموقفتش لحد السرقة. بعدها ب2 سنين كان اسم مغتصب المنطقة الشرقية بيرهب منطقة ساكرامنتو. في الأول غالبا كانت هجماته بتحصل في بيوت بسيطة من دور واحد كان بيبقى عايش فيها ستات لوحدهم، ولكنه ما وقفش لحد هنا. في شهادة واحدة من ضحاياه واللي كانت طفلة وقت حدوث الجريمة، قالت إنه كان بيصحيهم بمسدس وكشاف نور في وشهم، وبعدين يكتفهم ويغمي عينيهم ويخلي وش راجل البيت للأرض، ويحط على ظهره طبق وعليه فنجان، ويهدد بقتل كل اللي في البيت لو سمع أي صوت. وفي وقت ما الضحايا بيبقوا بيموتوا من الرعب، بيلاقي إن ده أنسب وقت عشان يمارس اللي اشتهر بيه كمغتصب المنطقة الشرقية، وكان بيستمر في احتجاز وإرهاب الضحايا لساعات. وفي الفترة دي كان بيكرر الاعتداءات على الست أكتر من مرة، وكان ساعات بيقوم المطبخ يعمل أكل وياكل أو يقعد يتفرج على التلفزيون، وفجأة يسيبهم ويمشي، هما مش عارفين هو لسه موجود ولا مشي. في مرة كان هيتقبض عليه لكنه هرب باستخدام موتوسيكل، وهي بالمناسبة وسيلة الهروب المفضلة واللي اتكررت في أكتر من موقع للجرائم. سنة 1979 الأمور هديت في المنطقة وكأن الهجمات دي توقفت تماما، بس الشيء اللي لفت نظر المحققين وقتها هو وجود آثار أحذية مقاس 9 بالمقاسات الأمريكية طبعا في أكتر من موقع جريمة، سواء في جرائم لص فيساليا أو مغتصب المنطقة الشرقية. تخيلوا معايا حالة الارتباك اللي حصلت لما ظهر اسم المهاجم الليلي في نهاية نفس السنة. كان في تشابهات كتير ما بين الجرائم اللي فاتت وجرائم المهاجم الليلي، بس الشيء اللي كان بيميز هجماته هي إنها دايما كانت بتنتهي بضرب حتى الموت، واتقتل على ايده ما لا يقل عن 13 شخص. ما كانش واضح وقتها ان ال3 مجرمين ممكن يكونوا نفس الشخص، وده لان عدد وتنوع الجرائم اكبر بكتير من انها تكون لشخص واحد. لكن في اكتر من مسرح جريمة من الجرائم دي كان في اثار احذية بنفس المقاس، وكمان كان دايما بيبقى فيه مكالمات تهديد للضحايا واحيانا للشرطة. اثار الاحذية لوحدها ما كانتش دليل كفاية، لكن في كل الجرائم كان دايما بيبقى فيه مكالمات تهديدات للضحايا واحيانا للشرطه، لدرجه انه في مره بعت قصيده باسم اكسايتمنت سكريف للجريده المحليه ومكتب العمده ومحطه التلفزيون. اتكلم فيها عن تقييم الناس في المجتمع وعن تحقيق الشهره، واتكلم فيها عن احساس النشوه والسيطره اللي بيحس بيه اثناء جرايمه، وكمان طلب منهم انهم يعملوا فيلم عن قصة حياته. في الحقيقة لحد سنة 2001 وقت ما اكدت اختبارات الدي ان ايه التقليدية ان ال3 مجرمين شخص واحد، كان كل اللي في ايد الشرطة هو مجرد رسومات واوصاف من بعض الناجين. تفتكروا ايه في حياته ممكن يكون وصلوا لكده؟ في 8 نوفمبر 1945 اتولد جوزيف جيمس دي أنجلو جونيور في مدينة نيويورك، لأب كان رقيب في الجيش الأمريكي وأم كانت بتشتغل محاسبة. عيلة تقليدية عادية جدا، كان عنده أختين وأخ أصغر منه. فهل ممكن يكون في حاجة في طفولة جوزيف أثرت في تكوين شخصيته الإجرامية؟ أثناء التحقيقات واحدة من قرايبه قالت إن جوزيف اتعرض لصدمة وهو صغير لما شاف محاولة الاعتداء على أخته من جنود ألمان في مستودع في ألمانيا الغربية وقت ما كانوا عايشين هناك بسبب شغل والده. وبعد القبض عليه أخته الكبيرة شهدت إنه كان بيتعرض للإساءة من والدهم وهو صغير. في بداية مراهقته عيلته نقلت لكاليفورنيا ودخل هناك المدرسة الإعدادي والثانوي في مقاطعة ساكرامنتو. انفصل أبوه عن أمه وهو في إعدادي، وهو في ثانوي كان في تقارير بإنه كان بيشارك في أعمال شغب زي إنه كان بيعذب حيوانات أو بيسرق الجوابات من صندوق البريد، لحد سنة 1964، ودي السنة اللي اتغيرت فيها حياة جوزيف تماما.
لما اتطوع في الحرب في فيتنام لمدة 22 شهر تقريبا، ورجع لبلده كجندي وطني. اتكرم من الجيش مش مرة واحدة، 3 مرات. بعدها التحق بكلية سييرا لمدة 2 سنين، وبعدها درس في جامعة كاليفورنيا عشان يتخرج ببكالوريوس في العدالة الجنائية اللي يؤهله انه يشتغل كظابط شرطة في اكتر من ادارة. من 1973 اشتغل جوزيف كظابط شرطة في مدينة اكسيتر ولمدة 3 سنين، والمدينة دي كانت قريبة جدا من الأماكن اللي كان بيحصل فيها الجرائم الخاصة بلص فيساليا. وفي نفس السنة اتجوز جوزيف من شارون اللي خلف منها بناته ال3، واشتروا بيت في سيتروس هايتس، وهو بالمناسبة نفس البيت اللي اتقبض عليه فيه سنة 2018. صحيح هم انفصلوا بعد 20 سنة، لكن جوزيف ارتكب معظم الجرائم وهو متجوز وبيربي أسرة. لا مراته ولا بناته شكوا في أي حاجة أو إن ممكن يبقى له أي علاقة بالجرائم دي. بنته الكبيرة كانت دايما بتقول عليه إنه هو أب مثالي، ومراته كانت دايما بتصدق أعذاره بسبب طبيعة شغله. وفي سنة 76 خدم في منطقة ساكرامنتو في شرق كاليفورنيا ولمدة 3 سنين، وده الوقت اللي اتطورت فيه جرايمه من مجرد سرقات لاحتجاز واغتصاب ووصلت للقتل. هل ممكن يكون السبب هو الشعور بالقوة والسيطرة واللي كان بيزيد مع كل ضحية جديدة؟ الغريب انه في نفس الوقت تقريبا شارك في اكتر من عمل تطوعي لخدمة المجتمع والقانون في اماكن كتير وادارات مختلفة. وبعد ما اشتغل كظابط لمدة 6 سنين في اماكن مختلفة، تم انهاء خدمته في واقعة غريبة شوية لما اتقبض عليه وهو بيسرق مطرقة اللي هي الشاكوش الكبير دي وسم طارد للكلاب من محل في سيتروس هايتس. اتحكم عليه ب6 شهور تحت المراقبة وتم فصله من الشغل، واثناء فصله هدد بقتل رئيس الشرطة. ولكن قبل الواقعة دي قاتل ولاية كاليفورنيا كان مظهره في المجتمع ضابط محترم مجتهد في شغله، لدرجة ان صحيفة اكسيتر سان سنة 73 نشرت مقال بتتكلم فيه عن شخصية جوزيف، وقالت فيه: يعتقد دي أنجلو أنه بدون القانون والنظام لا يمكن أن تكون هناك حكومة، وبدون حكومة لا يمكن أن تكون هناك حرية. إن إنفاذ القانون هو مسيرته، ووظيفته هي خدمة المجتمع. وده على حسب كلام دي أنجلو نفسه مع الصحفيين وقتها. والسؤال هنا، هل ممكن خبرته في العدالة الجنائية ومعرفته بإجراءات الشرطة وتجربته في فيتنام تكون ساعدت بس في تنمية مهاراته كمجرم؟ سنة 1990 وبعد حوالي 4 سنين من آخر هجمات المهاجم الليلي، اشتغل جوزيف ميكانيكي شاحنات في مركز توزيع اسمه سيف مارت، واستمر في شغله العادي لمدة 27 سنة لحد سن التقاعد سنة 2017. جارته كوري هارفي أكدت إنه كان عايش مع بنته وحفيدته. هارفي كانت مصدومة من الاعتقال، وقالت إنه كان غاوي موتوسيكلات وإنه كان شخص عادي باستثناء بعض نوبات الغضب، وده على حد كلامها. غير إن في جيران تانيين ركزوا أكتر على موضوع الغضب وما جابوش نهائي سيرة الجد اللطيف اللي اتكلمت عنه هارفي. لكن أكتر حاجة تقلق وتنذر بالخطر هو كلام جاره إيدي لما قال إنه شاف جوزيف بيحوم حوالين بيته أكتر من مرة، وقال كمان: أنا ما برتاحش للراجل ده ومن زمان. تفتكروا إزاي الحقيقة ظهرت بعد السنين دي؟ لسنين كتير كان المشتبه فيهم في قضية قاتل ولاية كاليفورنيا عبارة عن طرق سد، وده لأنهم يا إما ماتوا في الثمانينات قبل ارتكاب بعض الجرائم، أو تم استبعادهم باختبارات الDNA التقليدية في التسعينات. أول خيط حقيقي في تحديد هوية قاتل ولاية كاليفورنيا كان في ديسمبر 2017 لما محققين ومحامين من الFBI رفعوا عينات من الحمض النووي لواحدة من جرائم الاغتصاب على موقع GED Match، وده موقع بيستخدم تقنية جديدة اسمها علم الأنساب اللي بتربط ما بين تحاليل الDNA الخاصة بالجرائم وبيانات الأنساب الضخمة لكل العائلات المسجلة في الحكومة بهدف الوصول للمشتبه فيهم. الموقع حدد 20 شخص كمشتبه فيهم، وعلى مدار شهور اشتغل فريق من 5 محققين وعالمة أنساب على القائمة دي، وباستخدام باقي الأدلة زي العمر والجنس ومكان الإقامة قدروا يستبعدوا المشتبه فيهم واحد ورا التاني، ومفضلش غير اسم واحد بس: جوزيف جيمس دي أنجلو. في إبريل 2018 جمعوا عينة DNA بشكل سري من باب عربيته وقارنوها بعينات مختلفة جمعوها من مواقع الجرائم، والنتائج أظهرت تطابق تام، وهو الأمر اللي وصفته السلطات الأمريكية وقتها بثورة في الطب الشرعي، عشان يكون دي أنجلو هو أول شخص يعتقل في الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام علم الأنساب الوراثية. وللمفارقة كانت ميشيل ماكنامرا مؤلفة كتاب قاتل ولاية كاليفورنيا، واللي اتعمل بعدها فيلم وثائقي على قنوات HBO، هي اللي اقترحت في كتابها إن الأدلة الجينية هي اللي هتوصل في الآخر للقاتل،
وفعلا كان عندها حق. بعد اعتقال الشرطة لدي أنجلو في 2018 بدأ رحلته الطويلة مع النظام القضائي. في البداية دي أنجلو ادعى وجود شخصية داخلية اسمها جيري هي اللي أجبرته على ارتكاب الجرائم اللي انتهت فجأة سنة 86. المدعين أعلنوا أن هدفهم هو حصول جوزيف على عقوبة الإعدام، وعلى الرغم من أن جرائمه كانت في 6 مقاطعات مختلفة إلا أن تم محاكمته بجرائم قتل متعددة في محاكمة واحدة. في الجلسة الأولى للمحاكمة سمح القاضي بأدلة الحمض النووي وحكم لصالح الادعاء في طلب عينات إضافية من جوزيف، وقدمت المحكمة نيابة عن جوزيف طلب بأنه غير مذنب، وده مجرد إجراء روتيني بيتم لضمان حصول المتهم على الدفاع. ولكنها في نفس الوقت رفضت طلب محامي الدفاع اللي هي عينته في الحصول على وقت إضافي لجمع الأدلة. وفي مارس 2020 عرض دي أنجلو الاعتراف بالذنب في مقابل إسقاط عقوبة الإعدام، لكن العرض ما اتقبلش وقتها. وفي جلسة الاستماع التانية بعدها ب3 شهور وكجزء من صفقة الإقرار بالذنب لتجنب عقوبة الإعدام، اعترف دي أنجلو ب13 تهمة قتل من الدرجة الأولى و13 جريمة اختطاف. وفي أغسطس 2020 اتحكم عليه ب11 حكم بالسجن مدى الحياة بشكل متتالي وبدون إمكانية الإفراج المشروط، وبعدها بشهرين بدأ في تنفيذ الحكم. وفي الجلسة الأخيرة قدم دي أنجلو اعتذار صغير بعد ما سمع شهادات أهالي الضحايا قبل النطق بالحكم، وقال فيه: أنا سمعت شهاداتكم كل واحدة منها، أنا بجد آسف للي أذيتهم. فهل ممكن يكون بعد العمر ده كله ندم بجد؟ وهل لو ندم هل ندمه ده ممكن يفرق في حاجة؟ وهل الحكم ده ممكن يكون كافي عشان أهالي الضحايا يحسوا إن جزء ولو صغير من حقهم رجع؟ أسئلة كتير، ولكن إذا كان في حاجة واحدة أكيدة فهي إن الأحكام بالسجن مدى الحياة هتخلي قاتل ولاية كاليفورنيا ما يشوفش النور مرة تانية. بس كده، ودي كانت قضيتنا النهاردة، واستنونا في قضية جديدة من قضايا غريبة شوية.